بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا غاية لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله تلقاكم باحسن الاحوال. اليوم جيت ندير معكم واحد الخبيزات ولا واحد المطلوعات يجوا شابين بنان ما عندي ما نقول لكم. على بالي بلي هذه الوصفه غادي تعجب الكبير والصغير، كما تعرفوا الحال بدا يحمى وكاع، نبغوا غير هكا حاجه خفيفه نديروها للفطور ولا للعشاء ان شاء الله. ترافقوها مع كاس تاع جو ولا مع كاساتي، المهم يجوا بنان. نقعدوا معايا ونشوفوا المقادير تاع الوصفه تاعنا تاع اليوم. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا كما راكم تشوفوا نجيب المقله ندير فيها، درت فيها انايا 2 حبات كبار تاع البصل، قطعتها هكا فتت وزدت ثاني حبه تاع فلفله صغيره. نتوما الا كان عندكم فلفله ديروها، تقدروا ما ديروهاش، تقدروا تستغنوا عليها، بصح غادي كي ديروا فلفله غادي تعطيها واحد الحلاوه لهذاك الحشو تاعنا. هنايا درت هذه الفلفله الخضراء، الا كانت عندكم الحمراء متواجده خلطوا بين الحمراء والخضراء. هنايا درت لهم شويه تاع الملح شويه تاع الزيت ونديرهم يتقلوا في المقله، نقص عليهم ابتيف ونخلي حتى هذاك البصل تاعي يدبل غايه كما راكم تشوفوا. هنايا بعد ما هذاك البصل تاعي صاي تقلى وهذيك الفلفله ثاني تقلت، هنايا نروح نزيد لها قولوا لي نزيد لها الكفته. هنايا ديروا كفته حمراء، انا هنايا درت بولي اشي، نتوما تقدروا ديروا فياند اشي ولا كيما تبغوا. هنايا كيما راكم تشوفوا درت الكفته تاعي وزدت عليها التوابل اللي هما شويه تاع الحروش، شويه تاع سكينجبير، هنا كنت نسيت سكينجبير، شويه تاع سكينجبير، مغرف كبيره معمره مليح تاع توابل الشاورما غتعطيها بنه شابه، وشويه تاع فلفل احمر وشويه تاع الملح قبل ما ننسو. نخلطوا هاد المكونات هكا في رحبه بهذه الطريقه باش ندخل هذوك التوابل في هذيك الكفته تاعي. هنايا نديرهم على النار ونخليهم يتقلوا غايه. هنا بعد ما تقلت لي الكفته كما راكم تشوفوا، هنايا نجيب حبه تاع طوماطيس. الطوماطيس تاعي غادي نقي لها كاع هذيك القشره تاعها ونقطعها هكا قطع صغيره، ما غادي لا نرابيها لا والو، نديرها ديريكتومون على الحشو تاعي. هنا اللي يبغي يزيد الثوم يدير الثوم، انا ما درتش الثوم. المهم انايا نخلط هاد المكونات هكا في رحبه ونغطيها ونخلي هذيك الطوماطيس تاعي يدخلها طياب تطلق هذاك الماء تاعها. وهنايا الحشو تاعي نكون وجدته. هنا نبداو بالحشو هو الاول باش بعد نروحوا للعجين، باش هذاك الحشو تاعي يبرد غايه كي نبغي نعمر به العجين تاعي ما يخسرليش وما يتقطعش. المهم نروحوا للعجين. العجينه عندي 2 كيسان تاع الماء يكون دافي، زدت له كاس تاع سميد رطب، زدت له مغرف كبيره تاع خميره، مغرف كبيره تاع سكر. هادو هما المقادير. نخلط غايه بالفوي. هنايا شوفوا نتوما من الاحسن ديروا بالبغا ميكسر، انا البغا ميكسر تاعي جيت ندير به لقيته محروق لا غالب، درت بالفوي. هنايا نغطي الخليط تاعي ونخليه حتى يتفاعل. بعد ما يتفاعل كما راكم تشوفوا، هنايا بعد ما فاتت عليه واحد هكا 10 دقائق هكا واحد 10 مينوت، هنايا نعاود نجيب الفوي ونخلط غايه كما راكم تشوفوا. هنا هذيك الخميره تاعي كانت ضعف الحجم تاعها. هنايا كما قلت لكم نخلط بالفوي ومن بعد نبدا نزيد في الفرينه. هنا نزيدوا الفرينه غير بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه، غادي دوك تشوفوا القوام تاع العجينه تاعنا. هنايا كما قلت لكم نزيد الفرينه غير بشويه. هنايا زدت لها نص فنجان تاع الزيت وزدت لها كيس تاع خميره الحلويات، نص فنجان تاع الزيت وكيس خميره الحلويات والملح بلا ما ننسوه. ونبدا نخلط الاولى نخلط بالفوي ومن بعد نستعمل يدي. وهنايا نبدا نزيد في الفرينه كما قلت لكم غير بشويه، باسكو كل وحده والنوعيه تاع الفرينه تاعها حتى لين نتحصلوا على عجينه تكون طريه. هذا هو القوام تاع العجينه تاعي كما راكم تشوفوا، راهي شويه تتلاصق في اليد، ماشي كاع تتلاصق كاع، مي شويه باش يجينا هذاك الخبز تاعنا نخلوها كيما هكا. هذا هو القوام اللي نخلوها به باش يجينا الخبز تاعنا كي نقولوا فشفش، يجي خفيف ما يجيش ثقيل. هنايا بعد ما دلكتها شويه ندلكها في سطح العمل هكا غير شويه ماشي بزاف، ونغطيها وندير لها كيس بلاستيكي ونغطيها ونخليها تخمر. هنا بعد ما خمرت لي وضعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا، هنايا نجيب هذيك العجينه تاعي، هنا نديكازيها الاولى ومن بعد نحطها على سطح العامل. وهنايا نبدا نقسم فيها. هنايا انا هذه الكميه دارت لي 8 خبزات، شفتوا ما شاء الله جايين ماشي صغار، جايين متوسطين في الحجم. هنايا بعد ما صاي كورتهم كيما هكا نديرهم في طبسي ولا في بلان، نرش عليه السميد ونحطهم ونحط هذيك الخبيزات تاعي هكا باش ما يلصقوليش. هنايا ديريكتومون ما نخليهم لا يريحوا لا والو باسكو ديجا راهي خامره. انا ديريكتومون نجيب شويه تاع السميد الرطب ونرشه على هذاك السطح العمل تاعي ونجيب هذيك العجينه
بهذه الطريقه. ونبدا نقرص فيها. الاولى نقرصها بيدي ومن بعد نستعين بالحلال. هنايا نحلها غايه بالحلال ومن بعد نجيب هذاك الحشو ندير لها الحشو. هنايا ما تكثروش بزاف الحشو. هنايا غادي كنصيحه ما تكثروش بزاف الحشو باش ما تتقطع لكمش العجينه، باسكو غادي من بعد كي تقرصوها غادي تغبنكم. ديروا هكا كميه معتبره وزيدوا لها شويه تاع الجبن المبشور. وهنايا نبدا نبلع في داك العجين تاعي بهذه الطريقه. كي اللي غادي نديروا رزمه نبداو هكا نلموا في داك الاطراف تاع العجين تاعي بهذه الطريقه. وهنايا هذا العجين الزائد ما نقلعوهش، خلوه كيما هكا ومن بعد ضغطي عليه كيما هكا ورشيه بشويه تاع سميد وتكوني دايره بلا تكوني مغطيته بالسربيته. ايوا وتحطي عليه هاد الخبيزات تاعك. هنايا نعاود معكم واحده اخرى. هنايا نرش سطح العمل بالسميد كما راكم تشوفوا. الطريقه هي موضحه. نقرصها شويه بيدي ومن بعد نعاود نحلها بالحله. ما تحلوهاش كاع رقيقه لا، غير شويه بهذه الطريقه. نجيب الحشو تاعي ندير كما قلت لكم كميه مليحه ما نكثروش بزاف باش ما يتقطعوناش هذوك الخبيزات تاعنا. هنايا نزيد لها كميه تاع الجبن ونعاود نبلع العجين تاعي. شوفوا ساهله ماهله. بالنسبه للمبتدئات غادي ديروها وعينيكم مغمضين. تبعوا غير الطريقه وان شاء الله غادي تنجحوا فيها. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما درتها هكا كي رزمه هيا من بعد نعاود نضغط عليها كيما هكا ونعاود نرشها بشويه تاع السميد ونحطها في البلا كيما راكم تشوفوا. هنايا نخلي حتى لي نكمل كاع الحبات تاعي من بعد عاد نبدا نطيب. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت الحبات تاعي هنايا نبدا ديريكتومون ما نخليها لا تخمر لا والو باسكو العجينه راهي شابه وراهي طريه. هنايا نعاود نرش شويه سطح العمل تاعي بالسميد رطب ونبدا نضغط عليهم هكا نحلهم شويه بيدي. هنا ما نديرو لا حلال لا والو غير هكا بيدينا. ومن بعد الطاجين تاعي يكون حمى. هنايا نشعل عليه ابتيفو ونخليه يحمى وديريكتومون نحطهم في الطاجين ونخليهم يطيبوا. هنايا بعد ما نقص لهم النار كيما نقولوا نخليهم يطيبوا غايه في غردهم باش ما يتحمروليش هكا ومن الداخل يقعدوا عجين. شوفوا بسم الله ما شاء الله هذاك الخبز تاعي كيفاش تنفخ كيفاش جا. هنايا بعد ما تحمروا لي من الجهه التحتانيه نقلبهم وها هما كيما راكم تشوفوا يجوا بسم الله ما شاء الله غادي يعجبكم. شوفوا يجوا بنان ما عندي ما نقول لكم ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. راني غير نعاودها لكم. المهم حبيباتي هنا بعد ما كملت كاع الخبيزات تاعي كيما راكم تشوفوا ها هما في سطح العمل في صحن التقديم ما ديروش عليا. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيفاش يجوا محمرين يجوا شابين ما عندي ما نقول لكم. حبيباتي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وإلا عجبتكم ما تنسونيش بالجيم وكومونتير شباب كيما نتوما. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.